ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول فيديو على القناة، وهنتعلم ازاي نحرك قطع الشطرنج. هنبدأ في الشطرنج من تحت الصفر. هنبدأ معاك أول حاجة بالعسكري. العسكري بيمشي أول خطوة ليه، ممكن يطلع خطوتين عادي أو خطوة واحدة زي ما تحب. بعد كده بيتحرك خطوة واحدة بس، يفضل يمشي خطوة واحدة بس. يعني هو مثلا في بدايته هنا اهوت ممكن تطلع بيه خطوتين زي ما تحب، أو تمشي بيه خطوة واحدة. تمام. نيجي للحصان. الحصان بيتحرك شكل حرف ال. حرف ال يعني يطلع هنا كده، وحرف ال في اي اتجاه. يعني نفترض مثلا الحصان طالع هنا اهوت، يمشي حرف ال كده عادي في الاتجاه ده، يرجع مكانه تاني عادي، يطلع حرف ال في الاتجاه ده، ممكن يمشي حرف ال في الاتجاه ده عادي. تمام. تخيل شكل حرف ال على رقعة بايدك كده اهو، ومشي بيه اهو، يفضل يتنطط في اي مكان. تمام. بالنسبة للفيل، الفيل بيمشي على حسب لونه، وبيمشي على شكل وتر. يعني هو مثلا انت لو طلعت مثلا بالعسكري، الفيل ممكن يمشي على الوتر الاسود ده عادي لحد اخر اللوحة. اي حاجة تقابله في سكته بياكلها على طول. نفترض مثلا انك طلعت بيه وجيت لعبته هنا مثلا، الفيل ممكن يمشي على الوتر ده عادي او الوتر ده، وممكن يرجع مكانه طيب مكانه عادي برضه زي ما انت عايز. تمام. نيجي للطابية او القلعة على حسب ما بيقولوها عندكم بقى. الطابية او القلعة بتمشي على شكل حرف الزائد، بتمشي على هيئة عمود، عمود بالطول. تمام. او عمود بالعرض، وتمشي طول ما اللوحة فاضية قدامها مشي عليها عادي. يعني مثلا انت هنا مثلا كده في عسكري مثلا هنا هنا مثلا كده مقابلها على نفس العمود اللي هي ماشية عليه، ممكن تاكله على طول عادي. تمام. نيجي للوزير. الوزير بيمشي في اي مكان. يعني انت مثلا هنا اهو، نفترض مثلا انك طلعت بالعسكري ده خطوتين، الوزير طبعا هو ما يعرفش يعدي من فوق قطع. القطعة الوحيدة اللي ممكن تعدي من فوق قطع الحصان، هو اللي يعرف ينط على حرف ال. انما اي قطعة تانية لازم تفتح لها مجال لو، يعني انت فتحت كده لعبت كده مثلا، لعبت العساكر دي كده، الوزير ممكن يطلع عادي يمشي في الاتجاه ده، ممكن يمشي في الاتجاه ده. تخيل الوزير فيل وطابية مع بعض. يعني تخيل حركته، اجوز ما بين حركة الفيل والطابية. بس مش الحصان. الحصان حركة مستقلة لوحده. يعني الوزير مش بيمشي زي الحصان، هو بيمشي زي الطابية والفيل مع بعض، حرف زائد او عليه وتر. تمام. نفترض مثلا القطعة هنا ورا يد، ومعانا الوزير مثلا في نص اللوحة، يمشي على الوتر ده عادي، ياكل العسكري ده، يرجع تاني عادي، يمشي على شكل عمود عادي، يرجع تاني. تمام. في اي اتجاه بس مش حرف ال. تمام. وبكده نكونوا بقى عرفنا ازاي بنحرك كل قطع ما عدا الملك. الملك بيتحرك خطوة واحدة في اي اتجاه. انت مثلا ملكك هنا وقت، ملك مثلا في نص اللوحة، طبعا ما ينفعش يعدي برضه من فوق قطع. القطعة الوحيدة اللي بتعدي من فوق قطع الحصان يا جماعة. الملك بيمشي خطوة واحدة في اي اتجاه. انا مثلا ملك في نص اللوحة هنا وقت، ممكن اروح فوق هنا كده، او اجي هنا، او اجي هنا. بس ما ينفعش الملك يروح في مكان القطعة يعني اتجاهها ضربه فيه. يعني مثلا الحصان هنا، هنا مثلا كده، انا عارف ان الحصان بيتحرك حرف ال. يعني الحصان ينفع يجي هنا، تمام، وينفع يجي هنا على المربع ده حرف ال. فما ينفعش اروح بالملك في اي مكان قطعة ضرباه. يعني ما ينفعش اجي هنا الملك، الحصان مثلا هنا وقت، ملك هنا، هنا كده، ما ينفعش اروح بقى في اتجاه حرف ال بتاع الحصان. ما ينفعش اجي هنا، وما ينفعش اجي هنا. هيبقى لي ان أنا ارجع بقى خطوه واحده في اي اتجاه، اهرب بيه في اي اتجاه. تمام. كده يبقى احنا عرفنا كل القطع بتتحرك ازاي. وانتظروا في الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي تتعلم مهارة الشطرنج من تحت الصفر حتى الاحتراف. السلام عليكم ورحمة الله.